برشلونة يدرس عرضاً مغرياً لبيع أراوخو، واللاعب مصدوم من الخديعة وبقية التفاصيل صادمة. هل رونالد أراوخو هو المدافع المدلل لنادي برشلونة بالفعل؟ ما سوف تسمعه في هذا الفيديو ربما يكشف لك كل الحقيقة، لأنك ستعلم المفاجأة الكبرى التي تنتظر اللاعب الأوروغوياني عقب نهاية الموسم. خديعة لم تخطر على البال ولا الخاطر، خططت لها إدارة برشلونة ووجدت الوقت المناسب تماماً لتصديرها وإعلانها أمام الجماهير. لن تصدق ما سوف تعرفه من تفاصيل ماكرة، حتى أراوخو نفسه لم يصدق ما يحدث معه خلف الكواليس، والآن يستعد لاتخاذ القرار الصادم في مسيرته، والذي لم يكن يتخيل أنه سيتخذه بتلك السرعة. ولكن الخطأ الذي ارتكبه في مباراة باريس وكلف الفريق الكتالوني الخروج من دوري الأبطال جعله ضحية سهلة أمام خوان لابورتا، الذي كشفت خطته من قبل الصحافة للتخلص من مدافعه. نعم، كما سمعتم الآن، برشلونة يستعد للتخلص من رونالد أراوخو، الذي كان منذ أسابيع قليلة النجم الأول للخط الخلفي للبلاوغرانا. ولكن ولادة المدافع الصاعد باكو كوبارسي غيرت كل الحسابات، لأن تشافي وجد مدافعاً أساسياً وقائداً لمستقبل الخط الخلفي للبارسا. وبهذا وفق ما نشرته بعض المصادر، وعلى رأسها صحيفة سبورت، رحب المايسترو تشافي لأول مرة بفكرة بيع رونالد أراوخو، بل وأعطى الضوء الأخضر للإدارة من أجل التحرك ومناقشة العروض المقدمة إليه، ما دام سيجلب لخزينة النادي مبلغاً تفوق قيمته 70 مليون يورو، ومنها سيتخلص البارسا من واحد من اللاعبين الذين يطالبون براتب مرتفع يفوق سقف الرواتب الموضوعة حالياً. وأبرز دليل على تلك المسألة والعرض الذي قدمته الإدارة للاعب مؤخراً من أجل تجديد عقده حتى عام 2028 براتب سنوي لا يقارن أبداً ببقية الرواتب المعروضة عليه في الأندية الطامعة في خدماته. فعلى سبيل المثال، الصحف الإنجليزية قدرت عرض مانشستر يونايتد بضعف العرض المقدم من برشلونة، وهو ما يجعل مسألة الموافقة على البقاء في غاية الصعوبة بالنسبة للمدافع القوي الذي بدأ يتسرب إليه رغبة إدارة البارسا في الاستفادة من بيعه نهائياً من أجل إنعاش النادي اقتصادياً ومساعدته في تلبية رغباته التعاقدية هذا الصيف، وعدم الاستكانة لما حدث في الصيف الماضي بالتعاقد مع أوريال روميو فقط. واتفقت الصحف منها سبورت وموندو ديبورتيفو على أن صاحب 25 عاماً واحد من لاعبين قلائل في البارسا التفريط بهم سيجني أرباحاً ضخمة، وسوف يستخدمونه كوقود للتمويل، كما حاولوا فعل الأمر ذاته في الصيف الماضي مع الهولندي فرانكي ديونغ، الذي أصر على البقاء في النهاية ورفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد.